كتير جدا من المستأجرين الأيام دي عندهم قلق بعد فض دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وده بموجب القرار الجمهوري الصادر في 9/7/2025. وقلقهم ده مبرر وفي محله، خاصة لعدم صدور تشريع فعلي أو قانون من مجلس النواب، ومجلس النواب فعلا وافق على مشروع قانون، ولكن لا يمكن إطلاق لفظ قانون عليه لأنه لم يتم التصديق عليه أو نشره، وإنما فقط الحاكم الآن هو القانون المدني وحكم المحكمة الدستورية اللي أقر بعدم دستورية ثبات الأجرة عند لحظة معينة من الزمن. وأثر الحكم ده طبقا منطوقه يبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، يعني من يوم 10/7 زي ما قال الحكم يتم تطبيق أثر هذا الحكم الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وبما أن مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم اللي وافق عليه مجلس النواب لم يصدر رسميا لتوقفه على التصديق والنشر، فإن الأثر القانوني لحكم الدستورية بدأ في اليوم التالي لفض مجلس النواب. الناس بتسأل هل ده معناه إننا هنطرد ولا الإيجار هيزيد فجأة؟ تعالوا مع بعض نجاوب بهدوء ونفهم بالورقة والقلم كل شيء يخص هذا الأمر. السلام عليكم واهلا بكم. اولا، الحكم الدستوري رغم انه يعمل باثره فعليا من اليوم التالي لفض مجلس النواب، لكنه ما قالش ان الاثر هو عدم وجود المستاجر بذاته او عدم دستوريه نص يخص سريان العقود نفسها. هو قال فقط عدم ثبات الاجره، وبالتالي ما فيش طرد ولا حاجه، وبناء عليه من حق المالك لاي وحده رفع دعوى لزياده الاجره بناء على هذا الحكم، وذلك وفقا للقانون المدني الماده 562، واللي بتنص على انه اذا لم يتفق المتعاقدين على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل. يعني إيه الكلام ده؟ ده معناه إن من حق المالك والمستأجر لحين حسم موقف مشروع القانون الاتفاق وديا على أجرة الوحدة العقارية، وإذا تعذر ذلك يحق للمالك رفع دعوى لتحديد الأجرة بناء على أجرة المثل. والوضع الحالي تشريعيا فيما يخص الموضوع ده إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون، واللي شرحنا كافة جوانبه في فيديوهات سابقة من السلسلة دي. ومشروع القانون الآن في مراحل إجرائية تشريعية تم إرساله الرئاسة في انتظار حسمه إما بالرفض أو الاعتراض أو مرور 30 يوم دون اعتراض أو رفض فيصدر وينشر طبقا لنص المادة 123 من الدستور المصري. ولو افترضنا الفرض الأخير وهو مرور 30 يوم من تاريخ إرساله، يعني تقريبا هيكون ده في أول أغسطس، يعني خلال أيام قليلة جدا، وبناء عليه إن أي دعوة قضائية من المالك مش هتتحسم قبل التاريخ ده، وده شبه مستحيل، ناهيك على إننا في إجازة قضائية ولا توجد جلسات قبل سبتمبر. وكمان الدعوة لو حد رفعها هتكون أمام القضاء العادي، يعني مفيش داعي لحضراتكم كمستأجرين انك تقلقوا. طيب ايه المطلوب منك كمستأجر؟ المطلوب منك يا سيدي انك تدفع الاجره بانتظام، ولو اتأخر عليك حاجه حاول تدفعها، ولو جالك المالك يتفاوض معاك فيا ريت يكون افضل تتكلموا مع بعض وتحاولوا توصلوا لحل يرضي الطرفين. فانا عارف انك كمستأجر عارف وضعك القانوني وما عندكش مشكله من فكره ان المالك من حقه ينتفع باجر عادل لشقته او مكانه او وحدته، ويا ريت التفاهم والرحمه تحل بين الناس بدل الكلام الكتير اللي بشوفه عن القضايا والمشاحنات والتحريض اللي بنسمعه يوميا من مختصين وغير مختصين. وفي نفس الوقت لازم تكون فاهم موقفك القانوني كويس جدا، وما تصدقش اي حد يطالبك بامور غير منطقيه او مبالغ فيها او يبعت لك انذارات تهديد بدون سند قانوني. كل الناس في ترقب وانتظار، والافضل للطرفين حل الامور بشكل ودي، لان رفع الدعوه قبل صدور القانون مجرد خصومه استباقيه. واخيرا القول الفصل في موقفك، اما ان مشروع القانون يصدر ويطبق عليك نصوصه ومواده، او في حاله عدم صدور القانون هنا المالك ليه حق انه يتفق معاك على اجره مختلفه، او لو ما اتفقتوش من حقه يرفع دعوى لتحديد قيمه الاجره وليس من اجل طردك. وفي النهايه حابب ان انا اقول لحضرتك كمستاجر ما تخافش، وفي نفس الوقت خليك ملتزم بدفع الايجار لحد ما تظهر الرؤيه بشكل واضح. وتنويه هم لحضراتكم، لو الساده الملاك زعلانين من كلامي، على فكره الفيديو ده للمستاجرين وارسلت للملاك في فيديو سابق على القناه، ادعوكم للمشاهده واكيد الاشتراك في القناه لمشاهده كل جديد. وفي النهايه اسال الله لي ولكم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وفي امان الله.